علاش بزاف مسؤولين في الصين ممنوع عليهم يديروا تجارة؟ هاد قاعدة ماشي غير جديدة ولكن عندها جذور تاريخية قديمة. في الصين القديمة مجتمع كان فيه تتبعين علماء ومسؤولين هما اللي عندهم سلطة أخلاق، بما التجار كانوا كيقلبوا غير على ربح. كان مفروض على المسؤولين يخدموا صالح العام وحافظوا على أخلاق. داكشي علاش باش تدخلوا لعالم التجارة كيتعتبر ريسك وقدر جرهم من فساد سهولة. واش قدروا التجار يولي مسؤولين؟ تاريخيا كان هادشي صعيب بزاف. فلوس بوحدها ما كانش كيتعطي قيمه سياسيه، حيت كان مفروض على مسؤول يسبق واجب وطني على ربح شخصي. اليوم يقدروا التجار يدخلوا سياسه ولكن كان قواعد قاصحه. مسؤولين ممنوع عليهم يسيروا شركات وهما في خدمه، ولازم يصرحوا كاع املاك ديالهم باش منعوا استغلال النفوذ من طرف الجيل الجاي. ولاد مسؤولين بزاف مرات كيكون ممنوعين يشدوا مناصب شركات اللي تقدر تستافل من السلطه ديال والديهم. هاد الاجراءات هدف ديالها هو نقص من استغلال منصب وضمنوا عداله. باختصار نظام كيسمح التجار يولي سياسي ولكن كيخليو السلطه والتجاره مفروقين باش يحميو ثقه الناس ونقصوا من فساد.